السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا جدا، وهي بيتزا البطاطس. هنعملها بطريقة سهلة جدا وتنفع للسحور وتنفع للفطار. بصي حلوة خالص خالص بجد. لو جربتيها بجد هتعتمد الطريقة في البطاطس، وهتعملي البطاطس بالطريقة دي على طول. حلوة جدا جدا وسهلة ومش مكلفة خالص بجد، وسريعة كمان. انا معايا هنا جبنه رومي مبشوره وبيضتين والبهارات فلفل اسود وملح وبابريكا، ولو شطه لو عايزه. وعندي هنا حوالي 5 حبات من البطاطس. خلاص هنبشرهم بالمبشره. خلاص وعندي هنا ربطه بقدونس مقطعاها صغير. انا ببدا ابشر البطاطس الاول كده. يعني ممكن تنقي البطاطس الصغيره، مش لازم الكبيره. تمام. وبتعمليها بالمنظر ده. يعني انا عملت حوالي 5 حبات من البطاطس الصغيرين. لو كبار ممكن 3 كبار. تمام. ببهرها بقى بالبابريكا والملح والفلفل الاسود وبهارات فراخ. تمام. ما عندكيش بهارات فراخ مش مشكله. وحبه كزبره وحبه شطه صغيرين. لو مش عايزه الشطه عادي. بفضل اقلب فيهم لغايه ما البطاطس كلها تبقى متبهره. وبجيب صينيه اصغر، عندي صينيه في صينيه البسبوسه اصغر واحده. بحط فيها معلقتين من الزيت. تمام. بحط معلقتين حلوين كبار من الزيت. خلاص. وبعد كده بنزل بقى بالبطاطس، برصها في الصينيه. يعني بحطها كده كانها عجينه بيتزا بالظبط كده. بفضيها كلها وبعد كده بفضل اضغط عليها. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. بجد طريقه حلوه جدا جدا. بتنفع بجد حلوه خالص للسحور. كفكره جديده. تمام. وينفع برضو للفطار وتعملي معاها حاجة تانية. تنفع تاكليها بالمعلقة وتنفع تاكليها بالعيش. هي حلوة خالص بجد بالعيش. معاها سلطات تانية بتبقى حلوة جميلة. بجد دي طعمها أحسن كمان من البيتزا العادية. بتفضلي تضغطي عليها كده لغاية ما تبقى قطعة واحدة، يعني كلها متماسكة وداخلة ببعضها. خلاص. لأن انت بعد كده لو حابة تقطعيها مثلثات، حابة تقطعيها مربعات وتحطيها في أطباق، هتطلع معاكي بسهولة. خلاص. أنا بقى باخدها على بوتاجاز. خلاص. على شعلة واطية، يعني مش عالية قوي. وبغطيها، لازم تغطيها. تمام. بسويها شوية على البوتاجاز. واول ما بتبدأ بحس ان البطاطس استوت، بحط بقى البيض على الوش وكده، وهتشوفي هنعمله ازاي. خلاص. انا كده هاخدها على البوتاجاز وهغطيها واحطها. يعني بتاخد حوالي كده ربع ساعة بالظبط كده على البوتاجاز وبلاقيها استوت. خلاص. انا هنا كنت حطاها على البوتاجاز. شايفة هنا بدأت تستوي معايا شوية. هغطيها واضغط عليها عشان تبقى متماسكة. تمام. يعني تحطي في الصينيه حوالي معلقتين زيت كبار. انا هنا كنت خلاص يعني هطفي عليها. هبدا اجهز بقى خلطه البيض. خلاص. عباره عن ربع كوبايه من اللبن. لو ما عندكش لبن مفيش مشكله عادي، ممكن تستغني عنها. ربع كوبايه من اللبن. عندي هنا في بيضتين بس، يعني الصينيه الصغيره بتاعه البيتزا اصغر واحده. هنحط لها بيضتين. لو اكبر من كده بتزودي بيض. وبحط بقى البهارات، نفس البهارات اللي حطيتها على البطاطس. فلفل اسود وبابريكا وملح وبهارات فراخ، وبقلبهم كويس جدا. خلاص. وبعد كده بنزل بالكزبره اللي انا مقطعاها صغير. وممكن تحطي فلفل الوان، ممكن تحطي فلفل رومي اخضر، ممكن تحطي فلفل اخضر شطه، براحتك خالص. بقلبهم كويس جدا. وبعد كده بنزل بقى. أنا كده البطاطس بقى استوت معايا خلاص. وبنزل بقى على وش البطاطس من فوق كده وبحطها. يعني انا البطاطس خلاص استوت يا دوب، بس كل ده هياخد وش معايا. وبحطها كده. وبفرد البيض كويس جدا على اطراف الصينيه. وبعد كده بنزل بالجبنه الرومي. وبسيبها حوالي بس دقيقتين بس كده تاني على البوتاجاز لغايه ما كله يتشمع. وبعد كده بنزلها تحت الشوايه على طول. يعني انا بسيبها شويه برضو دقيقتين تاني بعد ما بحط الخلطه دي، خلطه البيض. بحطها برضو على البوتاجاز من فوق برضو حوالي دقيقتين ولا 3. وبعد كده تحت الشوايه تعمل وش حلو جدا. خلاص. وبغطيها برضو شويه. وبعد كده بحطها تحت الشوايه وبطلعها من تحت الشوايه. بجد طعمها حلو جدا وريحتها هايله هايله. بجد كانت قلبة الشقه. يا ريت تجربوها بجد، يعني على ضمانتي حلوه جدا وطعمها حلو جدا جدا جدا. وممكن تخليها سبايسي، ممكن تخليها عادي. بجد روعه. ويا ريت تجربوها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت الاشتراك في القناه عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.